فيلمنا بيتكلم عن سكيتر واللي بيضطر يخلي باله من ولاد أخته، وفي مرة بيحكي لهم قصة قبل النوم وبيكتشفوا إن قصص قبل النوم بتتحقق. تعال أحكي لكم الفيلم من الأول. وبيبدأ بقى يقول لهم: كان يا مكان كان في فارس جميل جدا وشاطر وبيساعد الناس، عايش في قصر كبير، فالطبيعي إنه يبقى المسؤول عن القصر ده. بس لأ، هو كان مزارع بسيط واسمه رجل الصيانة، وكان شاطر جدا، بس محدش كان معترف بجهده. وكان في واحد تاني بقى مش بيعمل حاجة غير انه يتملق الناس. وطبعا كان في ولد وبنت في المملكة، وكان في غراب اللي هو جيل، بس بيقولوله انها حرية، فبيقول لهم ماشي حرية. وفي يوم الملك بيجمع الناس وبيقول لهم: انا اخترت مين اللي هيدير المملكة من بعدي، وهو السيد متملق. طبعا رجل الصيانة بيسأل وبيروح يقعد في كوتش عملاق، وبعد كده بينط في بحيرة التماسيح عشان تاكله، ودي بتبقى النهاية. فبيقولوا له اكيد مش دي النهاية لانها المفروض تبقى سعيدة. فبيقول لهم ان مفيش نهاية واقعية سعيدة. فبيروحوا هم قايلين له ان المفروض رجل الصيانة ياخد فرصة تانية، المفروض الملك يقول في حد تاني شاطر في مملكتي ولازم ياخد فرصة، وهو رجل الصيانة. والناس كلها بتفرح في المملكة والطفلين بيرقصوا. فبتقوله والدنيا بتمطر حلويات، فبيقول لها ماشي، ما هي كده كده خيالية.